عبد الغني مدرس أول مشرف اللغة العربية في مدرسة أليوب الثانوية التجارية للبنات. تجارية للبنات، حضرتك مدرس لغة عربية؟ لغة عربية نعم. وانت النهارده بتقدم لنا فكرة عن تبسيط العلوم، عن ازاي ان الاطفال مش كده؟ أيوه. والتلاميذ يستوعبوا بعض الدروس في النحو. تمام. ازاي بقى حضرتك كده؟ احنا بنوفر الجهد على الطالب ان هو يقرا القاعده ويتلخبط بينها وبين الامثله. فالنهارده شجره عباره عن فروع بتشمل القواعد الاساسيه في النحو كله، سواء الابتدائي او الاعدادي او الثانوي. يعني الطالب بعد اذن حضرتك لو شفنا هنا في الكاميرا بعد اذنك، هنا العلامه الحمراء دي جزم الافعال الخمسه بحذف النون. اجي هنا عند العلامه الحمراء في الشجره ابص الاقي عندي القاعده مشروحه بالتفصيل وبالامثله. يعني ازاي بقى بتبتدي من الفرع كده؟ بالظبط كده. يعني انا ممكن الكلمه هي اسم وفعل وحرف، مفيش اعراب عن ثلاث. يعني الاسماء كذا اعرابه البناء، وبرضه الفعل برضه اعرابه وبناؤه، وبعدين بالامثله وبالقاعده. فالطالب يمسك الفرع ويمشي وراه، يمشي مع الفرع يوصل للنهايه وده المطلوب. يبقى معنى ذلك ان انا ممكن اعراب اي كلمه، اعراب اي مثال من الشجره دي بالظبط. يعني ممكن ابروزها اعلقها على حيطه، بدل ما انا بعلق مثلا صور وحشه او حاجه زي كده، اعلق صوره زي دي عندي في حجره المكتب اللي بذاكر فيها. انت حضرتك بتستخدمها في المدرسه؟ بستخدمها ورسمتها في المدرسه عندنا في مدرسه أليوب الثانويه التجاريه بنات، ورسمتها في الجمهوريه اليمنيه وخدت عليها مكافاه برضو لما كنت معار في اليمن منذ سنتين. والله يعني احنا بنسعد بالافكار البسيطه الجميله دي، ويا ريت في كل المجالات، مش في مجال التربيه والتعليم بس، ان احنا نفتح الباب بقى لتلقي هذه الافكار ونطبقها ونناقشها ونشوف الفكره دي. انا اعتقد انها فكره بسيطه جدا، لكن بتحل مشكله النحو. يمكن النحو من المواد الصعبه في شرحها واستيعابها كمان. يعني بالظبط. انما هو زي مثلا ايه، يعني الطالب بس يمسك فرع يوصله للمطلوب مباشره من غير شرح، لانه بيشرح نفسه. يعني حضرتك برضو نفس القواعد؟ لا دي بلاغه بقى، دي ثانويه عامه، وده الجديد بقى، ده الجديد اللي ما حدش لسه خالص، سواء هنا في النحو او في البلاغه ثانويه عامه، ما حدش قدر يعمل لسه خالص اي حاجه زي كده. يعني شوف الجمال اللغوي او التعبيرات الجميله، هي فصاحه او بلاغه، بس الفصاحه للاسلوب، اما البلاغه فهي للمعنى. طبعا في عندنا اسلوب انشاء واسلوب خبري، في عندنا البلاغه بقى الصور بديعيه صور بيانيه. وشوف حضرتك يعني الصور بديعيه الجناس والسجع والمقابله والطباق، وبالامثله وبالقاعده، وبعدين مشروحه. يعني القاعده مشروحه في الاوراق الجميله دي. انا والله بحييك يعني وبنقل هذه الفكره المسؤول عن وزاره التربيه والتعليم. اسم حضرتك ايه تاني؟ رضا عبد الغني مدرس اول مشرف اللغه العربيه باداره قليوب وبمدرسه أليوب الثانويه التجاريه للبنات. انا بحييك وبقول لك كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا. وعلى ايدك اتعلمنا والله فهمنا اتعلمنا